احلى صينيه رقاق هتعمليها النهارده، طعم ولون وريحه وقوام وتوريقه حاجه كده تحفه. معلقتين بس سمنه هتطلع معاكي مورقه وطعمها حلو قوي بالشكل اللي انت شايفاه، ومتحمره من فوق ومن تحت، واخده طبقه حلوه قوي قوي، واللون كمان يفتح النفس. لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما تنسوش صلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ونشوف الصينيه بتاعتنا، طلعناها من الفرن وبعد كده قطعناها وحطيناها على الصينيه. انا سحبتها على الصينيه كده زي ما شفتها في اول فيديو، بس هوريكم دلوقتي ويلا بينا نسمي لو نبدا. اول حاجه حطيت معلقه سمنه في الطاسه، ونزلت كده بثلاث بصلات متوسطين، ونزلت كده بثلاث معالق من الزيت. ننزل بنص كيلو اللحمه بتاعنا ونعصق بقى اللحمه بتاعتنا. اول اللحمه بتاعتنا متغير اللون بتاعها من اللون الاحمر للون البني، هنحط بقى البهارات بتاعتنا. خلاص سهلة وبسيطة ومبتاخدش معاكي وقت، ولذيذة وطعمها حلو قوي. اول ما اطلع من المطبخ كنت ما شاء الله مقسمة الصينية كلها ومطلعاها، حطيت معلقة من الملح ومعلقة من الفلفل الاسود، وهنقلب كويس ونشوح كويس عشان خاطر انا مش عايزة طعم اللحمة يروح، انا عايزاه يبقى موجود فيها. كان عندي لحمة وحطيت معاهم ماسورة وحطيتها على النار سلقتهم. وبعد كده هاخد شوية من الشوربة كده، وجبت معلقة سمنة كده وسعتها في قعر الصينية اللي هعمل فيها الرقاق. والشوربه بتاعتنا تحفه جدا، وبس انا حبيت احسن الطعم شويه، حطيت مكعب مرقه لو انت حابه تضيفيه. خلاص قلبناها، وجبت لفه جلاش كده جاهزه، لفه رقاق قصدي جاهزه. انا بعمل دايما الرقاق معاكم كل سنه في العيد الكبير، بس السنه دي بصراحه ما عملتش. فجبت دي مش وحشه، حلوه بصراحه، طعمها كان حلو جدا ومقرمشه كده، حته بتبقى تحت كده بتبقى مقرمشه وحلوه. حطيت الطبقه كده بتاعت نص اللفه من الرقاق تحت، ونزلت كده باللحمه بتاعتي، هوزعها تدريجيا، وما حطيتش سمنه ما حطيتش اي حاجه زي ما انتم شايفين. وبعد كده هعمل برضو الرقاق بتاعنا كده وهحطه على الطبقه التانية، و وهكملها بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت، لذيذه جدا. الشوربه بتاعتنا كانت سخنه وما كانتش مغليه، يعني سخنه بس مش مغليه. خلاص عشان خاطر بس ما تحطيش الرقاقه وتبوش منك وما تعرفيش تمسكيها. خلي شوربتك تبقى سخنه كده، ما تبقاش ونحط هنا كده معلقتين ثلاثه كده من الشوربه، توزيع كده بس خفيف وخلاص. معلقه كبيره من السمنه على الوش، وهنوزعها بقى تدريجيا زي ما انتم شايفين كده، لحد ما نقفل الوش كله بالسمنه زي ما انتم شايفين. وهنجيب بقى بعد ما خلصت كده، هجيب بقى السكينة بتاعتنا، وهمسك الصينية كده اقطعها كده بالطول كده، وبالعرض برضو، يعني هقطع بالطول واقطع بالعرض قبل ما ادخلها الفرن. حابه في ناس بتقطعها وفي ناس ما بتقطعهاش، بس عايزه اقولك لما تقطعيها قبل ما تخش الفرن احلى بكتير جدا. خلاص هندخلها بقى الفرن، واول ما تبدا تاخد لون من تحت حلو كده هولع الشوايه، لو احتاجت ما احتاجتش فرنك بيحمر منه نفسه من غير شوايه، خلاص توكلي على الله. هحطها بقى على الصينيه، اي صينيه تقديم عندك حطيها عندي. دي اللي كانت عندي على قد الصينيه بتاعتها، جيت منزليها كده زي ما انتم شايفين. وهنبدا بقى ناخد ونسحتها كلها بالمقصوصه كده، نزلت ما شاء الله معايا قطعه واحده. وبعد كده اسلك فيها تسليكه خفيفه قوي بالسكينه. شايفه اللون من تحت يفتح النفس ازاي، لونها فظيع بجد يفتح النفس، والتوريقه ومقرمشه كده من تحت ومن جوه طريه، لا حاجه كده يعني متكلفه. جربيها ومعلقتين سمنه بس تطلع معاكي احلى صينيه رقاق.